هاي، أنا ربا من صفحة ايكوفورمي فاميلي، واليوم رح نعمل سوا سلطة كتير صحية ومفيدة للجسم. هي سلطة الشمندر، ولهالسلطة نحن بحاجة ل 6 حبات من الشمندر المسلوقين والمقشرين، 3 أكواب من أوراق الخس الملونة، باقة صغيرة بقدونس، نص كوب جوز، بصلة متوسطة الحجم، ونص كوب من جبنة الفتة المقطعة صغير. وللدريسنج نحن بحاجة ل 3 كوب من عصير الليمون الحامض، ربع كوب زيت زيتون، معلقة كبيرة من خل البلسمك، 3/4 المعلقة صغيرة ملح، ورشة فلفل أسود. أول شي رح بلش بتقطيع الشمندر. حاخد حبة الشمندر وقصها بالنص وقطعه لشرائح رفيعة. رح اخد بصلة حمراء قشرها وقطعها لشرائح رفيعة وضيفها فوق الشمندر. رح ارجع اخد باقة بقدونس صغيرة وقطعها لقطعة صغيرة وضيفها فوق البصل والشمندر. وهلأ حبلش اعمل دريسنج. رح اخد ليمون حامض واعصره وضيف عليه خل البلسمك وزيت الزيتون والملح والبهار الأسود، وسكر البرطمان واخلط المكونات اللي عندي. ولما ينخلطوا وبضيفهم فوق الشمندر وببلش اقلب المكونات مع بعض لاتاكد انه التتبيله غلفت كل الخضره اللي عندي. رح جيب صحن التقديم وحط فيه خس ملون وضيف عليه خليط الشمندر، ورح وزع جبنة الفتة على الوجه، وانهي صحن هالسلطة برشة جوز. سلطة طيبة كتير وخاصة لمحبين الشمندر، جربوها وألف صحة وهنا.